حصل موقف من ألذ المواقف اللي تحكي عن شخصية معاوية. عمر رضي الله عنه لما وصل شاف معاوية جاي بموكب مهيب رايح جاي وسط جيوش وحرس، فعمر رضي الله عنه استغرب وقال له: يا معاوية، تذهب في موكب وتغدو في مثله؟ بلغني أنك تصبح في منزلك وذوي الحاجات ببابك. يعني يا معاوية إيه حكاية الموكب دي؟ تروح بموكب وترجع بموكب والناس واقفين على بابك. يا أمير المؤمنين، إنا بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يكون فيه عزا للإسلام، فإن أمرتني فعلت وإن نهيتني انتهيت. فرد عليه عمر وقال له: إن هذا لكيد رجل لبيب أو خدعة رجل قريب. يعني هل اللي قدامه ده بيجاوب بحكمة خالصة ولا بيجاوب بذكاء ممزوج بدهاء سياسي؟ فقال معاوية: يا أمير المؤمنين، مرني بما شئت أصر إليه، يعني اللي هتقول عليه هيمشي. فرد عليه عمر وقال له: ويحك، ما نظرتك في أمر أعيب عليك فيه إلا تركتني ما أدري آمرك أم أنهاك. يعني والله يا معاوية كل مرة بناقشك في حاجة ألاقيك سايبني محتار، مش عارف أنا اللي أمرك ولا أنت. وبيتكرر ذكاء وفطنة معاوية لما كان بيحارب الروم باستمرار، وخد باله من نقطة مهمة: إن الروم قوتهم الحقيقية مش في البر، قوتهم في البحر. مدن الشام الساحلية كانت دايما مهددة والجيش البري مش كفاية، فعرض على عمر بن الخطاب إنه يعمل قوة بحرية للمسلمين، فكتب له وقال: يا أمير المؤمنين، إن بالشام قرية يسمع أهلها نباح كلاب الروم وصياح ديوكهم. لكن عمر اتردد جدا